لا واضح لسه ما ادري مع مصورنا نشوف انه الاصابع لسه لافها. ان شاء الله اهم شيء انك تكون جاهز يعني. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء اقول الله يبارك فيك ويبارك في زملاء اللاعبين، صراحه ما قصر اليوم. ساعده فوز قرني انه يرجع ويكون يمكن مو زي ما كان، يعني ان شاء الله انه يكون قريب. وانت قلت انه فواز قرني اثر، لا بالعكس، بس كروني لعب مباريات كويسه ويعني ساعد زملاء اللاعبين كثير وسوى اللي عليه وزياده، سوى اللي سواه فوز قرني واكثر. وصراحه انا احب اهدي الفوز هذا لحمد عسيري واعزيه بوفاة عمه، واقول ان شاء الله خير الاحزان. والله يبارك فيك حبيبي، يسعدك. أه، حبه فوق حبه تحت. الاتحاد ما تقدر تعرف النتيجه يعني. الكثير اليوم كان متوقع انه الشعلة ممكن بحكم من اهميه المباراه له انه يدخل وياخذ المباراه، وحتكون مباراه صعبه للاتحاد. بكل سهوله الاتحاد خلصها باربع اهداف مقابل هدف. اللي حيهم جمهور الاتحاد مش نتيجة اليوم، اللي حيهم اكيد جمهور الاتحاد مباراة الاخوية القادمة امام العين في ملعبكم. قدمتم مباراة في غاية الروعة. خارج ملعبكم في البطولة الآسيوية كان مستواكم جدا يعني دون المستوى كنتم بالتأكيد. والله انا افضل اتكلم عن مباراه اليوم احسن، بس بما انك تكلمت زي ما انت عارف صح الاتحاد يوم كذا يوم كذا، بس زي ما انت عارف عندنا بطولات ثانيه، عندنا كاس الملك وعندنا كاس اسيا. يعني ما حتحصل فريق يلعب ثلاث بطولات بنفس الرتم. نقول الحمد لله انه احنا اخذنا اليوم نتيجه ثلاث نقاط. قدامنا اشياء كثيره نفكر فيها، كاس الملك قدامنا، المباراه الجايه من الربوع ان شاء الله امام الاخويا. ان شاء الله نتمنى ان نفرح الجمهور وناخذ ثلاث نقاط ان شاء الله. يعطيك العافية والف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا للكابتن فواز القرني، ونقول لهم مبروك ومبروك لمختار فلاتة. ايضا نشكر لعيبه نادي الشاي اللي حضروا، يمكن موعد طيارتهم حوالي بعد يمكن بعد ساعتين الاقلاع، وكانوا مستعجلين.